السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. في مثل لسه قارئه من شويه، قلت اما اشاركه معاكم يمكن يدي تحفيز لحد. مثلا المثل بيقول an apple a day keeps the doctor away. يعني ايه ده؟ ببساطه شديده المثل ده لو ترجمناه بيقول لك ان انت لو كلت تفاحه واحده كل يوم هتخلي الدكتور بعيد عنك او هتبقى صحتك كويسه من الاخر يعني. بس لو جيت بصيت من منظور تاني ان انت تاكل تفاحه كل يوم في السنه ب 365 تفاحه، طب انت كده صحتك هتكون كويسه. طب ايه رايك لو نعمل حاجه انك مثلا تقسمها 30 تفاحه كل شهر لمده سنه؟ مش ال 30 تفاحه دول برضو زي تفاحه كل يوم؟ طبعا صعب جدا حد يقدر ياكل 30 تفاحه كل يوم يعني، ولو قدر جسمه مش هيستفيد كل استفاده الفيتامينات اللي موجوده في التفاح ده كله. نفس المبدا لو جيت طبقته في حياتك العمليه في اي حاجه عموما، انهي الافضل؟ تذاكر فصل كل يوم ولا تذاكر 30 فصل يوم ليله الامتحان مثلا؟ تداوم على جزء من القرآن كورد ليك من دلوقتي كل يوم ربع ساعة مثلا، ولا تقرأ القرآن كله في آخر الشهر بس؟ انت كده خدمت القرآن وكده خدمت القرآن، بس الفكرة كلها ان انت لما تيجي تتدبر في القرآن شوية انت كده بتسهل على نفسك ومش بتراكم عليها، ونفسك متخلفة شوية في الموضوع ده. حتى في الصيام اول يوم رمضان يبقى اصعب يوم ممكن يعدي عليك مقارنة بباقي الايام طبعا، وده لاننا جسمنا بعد كل فترة بيتعود على الصيام، فخلاص بقى الموضوع عادي. وفي دراسة بتقول ان الشخص اللي بيستمر على عادة معينة لمدة 21 يوم متواصلين بتتحول لروتين. يعني ايه روتين؟ يعني حاجه بيعملها كل يوم باستمرار من غير ما يحس، ويبدا يعملها بشكل تلقائي. وفي حديث جميل جدا افتكرته بمناسبه ان انا جبت الموضوع ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يعني احب الاعمال الى الله اللي بنعملها بشكل مستمر دون انقطاع، حتى وان كان بنعملها بقدر قليل جدا. فانت ممكن تطبق الموضوع ده في اي حاجه وكل حاجه انت عايزها، من المذاكره للصلاه للصوم لاي حاجه انت نفسك فيها. قلل على نفسك كل يوم احسن ما تكربس على نفسك في يوم واحد. قول لي تحت في الكومنتات ايه هي اكتر عاده انت بتحب تعملها باستمرار ولو حتى كانت بقدر قليل في اليوم. سلام عليكم.